إذا كنت تشوف مونتاجات احترافية تسأل نفسك كيف يخلون الصور والنصوص تتحرك بهذا النعوم؟ السر بكل بساطة هو الكي فريم. عندنا 3 خطوات إذا طبقناهن راح نعترف الكي فريم. أضف عندي إلك كنز في نهاية الفيديو، فأحرص على مشاهدة الفيديو بالكامل. أول شيء عندنا هو الكي فريم. أول شيء شنو يعني الكي فريم؟ الكي فريم هي أداة تخليك تقدر تتحكم بحركة أي عنصر داخل الفيديو، يعني تقدر تحرك الصورة لليمين أو اليسار أو تكبرها أو تصغرها أو حتى تخلي أي نص يتحرك بشكل أسرع. ثاني شيء عندنا هو التطبيق. عندنا الفيديو نحط كي فريم بالبداية وكي فريم بالنهاية. نحط الصورة نضويتها، خلي الصورة بالكي فريم الثاني أكبر. نبدأ الفيديو، نلاحظ أن الصورة تكبر تدريجيا. نطبق عملي، نضغط على الفيديو، نحط كي فريم في بداية الفيديو، ثم نقدم الفيديو نضع الكي فريم الثاني. حرك الفيديو الحركة اللي نريدها. شوف النتيجة بطيء جدا. شلون نحل هاي المشكلة؟ نضغط على الفيديو، نشيل الكي فريم الأخير ونطربه بالكي فريم الأول. يعني إذا كان أول شيء فرق بين الكي فريم الأول والثاني الثانية، الآن خلي فرق بيناتهم نصف ثانية. شوف النتيجة الآن أحسن بكثير، تقدر تشوف فرق واضح. ثالثا أخطاء المبتدئين. أول خطأ إنك تحط الكثير من الكي فريم. ثاني خطأ إنك تحط مسافة كبيرة بين كل كي فريم وكي فريم، والصح إنك تحط كي فريمين أو 3 وبينهم مسافات معقولة. والكنز اللي وعدتك به هو هذا شيء جميل. هذا الشيء هيخلي حركة الفيديو سلسة جدا ولكن شوية معقد، فلذلك سيكون له فيديو خاص. لذا تأكد من أنك مشترك في القناة ليصلك كل جديد.